هذا الوصفه تاع الدجاج المحمر ما نقولكش بنتها كما المطاعم، خير من المطاعم. الوصفه بزاف هايله وبنينه، لازم عليكم كامل تجربوها بطريقتي. نقولوا بسم الله. في كوكوط كنت حطيت شويه تاع زيت شويه تاع زبده وبديت نقلي في ابخاذ الدجاج، لازم يتقلاو مليح على الجهتين على نار متوسطه. من بعد وليت حطيت 2 حبات كبار تاع البصله اللي كنت قطعتهم شرائح وخليهم حتى يذوبوا ويتعسلوا، يعني حتدي معكم شويه وقت. من بعد تحطوا هنا المعدنوس، الثوم، ملح، فلفل اسود، كركم، حطيت ايضا قرفه وكمون، هيل، وحطيت ايضا نجمه الارض. كي تقلاو مليح مليح باش وليت مرقت، يعني تقريبا تغطيو هذاك الدجاج وتسكروه مده 20 دقيقه. تنحيو هذاك الدجاج كما راكم تشوفوا، تصفيو المرقه تاعكم. من بعد وليت درت انا شويه تاع زبده، حطيت الثوم وحطيت لي ليغوم. كنت درت هنا كما راكم تشوفوا لوبيا خضراء، ودرت ايضا زروديه، ودرت جلبانه اللي كنت فورتهم. كي تقلاو مليح وليت درت لهم من هذيك لاصوص وخليتهم حتى نجمروا. والسير تاع البطاطا باش تجيكم بهذا الشكل، بعد ما تقليوها حطوها في مقله ما فيها لا زيت لا زبده والو، لانه اصلا تكون مقليه. خليوها حتى تتحمص مليح وتزيدوا لها ايضا من هذيك لاصوص. بالنسبه للدجاج تكونوا حمرتوه في شويه تاع زيت وزبده، والزيت ايضا تحطوا لهم هذيك لاصوص على بها. كنا نحتاجوا كميه شويه كبيره وتقدموه بهذه الطريقه. الوصفه بزاف بنينه ما تتشبعش، متكامله. تقدروا حتى يعني تزيدوا لها شويه تاع روز، واحد البنه بزاف هايله. لازم عليكم تجربوها وبصحتكم.